من داخل مديريه الامن محمد علمي تلفزيون المصري. ده اللي انا بقول عليه يا شباب، اللي هي فكره ان انت بتتقمص طول معين، بدله معينه، اداء معين ليك كمراسل بتحفره في ذهن واذن المستمع. عشان كده بقول لك اتكلم باللغه اللي انت متمكن منها، عشان كده بقول لك اتكلم بطبيعتك، عشان كده بقول لك ما تقيرش او ما تقلدش حد، كون نفسك، كون اسلوبك، حتى جملك بمعنى هتلاقي فيه مراسلين كل دقيقتين مما لا شك فيه هو متميز بمما لا شك فيه، ومعروف ان مثلا عبد الله حفصه مما لا شك فيه. انتوا معايا؟ وبالتالي انا مش بقول لك نقد جمله عشان تعلق بيها وخلاص، ولكن فكر انت ازاي ممكن تعلم مع الناس. واول حاجه تعلم بيها مع الناس طبقه صوتك وطريقه ادائك، زي ما شفنا محمد علي. اتفقنا يا شباب؟ فكل حد يتدرب ويقول، وان شاء الله موفقين باذن الله. طيب احنا هنعيد الحوار مع استاذ علي عزوز، وهو مش واخد على فكره موضوع انهيار العقار تماما. هو الراجل سمعنا وقاعد معانا، وان شاء الله هنعمل معاه مداخله. خلي بالكم هو ما معهوش تفاصيل ولا ورق، ده ان شاء الله هيبقى اداء كويس يحسب. اتفضل هنا يا استاذ. انت طول الوقت مع الكاميرا ماشي. مشاهدينا لازلنا في متابعة وتغطية مستمرة لحادث انهيار عقار المنشية بالإسكندرية، ولمعرفة مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسلنا علي عزوز. علي، طمنا إيه آخر التطورات والأوضاع عندك؟ بالفعل يا أستاذ أحمد، أنا الآن متواجد أمام العقار المنهار المتواجد في ميدان المنشية، والمكون من أكثر من 17 طابق، والمبني حديثا بعد ثورة 25 يناير، والذي انهار فجر اليوم، وقد أدى الانهيار إلى أكثر من 17 مصابا وأكثر من 3 حالات وفيات، من بينهم طفلا لا يتعدى 17، من بينهم طفلا لا يتعدى 9 أشهر. نعم علي، بالطبع الوضع مؤسف جدا، وبالطبع متوجه في خالص العزاء لأسر وأهالي الضحايا. ولكن علي عايزك تطمني، هل في سهولة في دخول سيارات الإسعاف؟ هل في سهولة في إنقاذ الضحايا المتواجدين أسفل الأنقاض؟ بالفعل يا أستاذ أحمد، أتى الآن حاليا من إدارة حي المنشية أكثر من 7 لوادر وأكثر من 3 أو 4 قلابات لحمل المخلفات التي نتجت عن انهيار العقار. بالفعل نجح بعض السيارات وبعض اللوادر في الادخال الى الشارع، وهو الشارع ضيق الى حد ما، وحاليا تم ازاله اكثر من ثلثي او ثلث العقار المنهار، وجاري البحث عن مصابين تحت الانقاض. نعم علي، ولكن هل لك أن تصف لنا حالة الأهالي وأهم مطالبهم حتى الآن؟ والله حالة الأهالي حاليا يا أستاذ أحمد صعبة جدا، ولكن التقينا بأكثر من أب تواجد لديهم أطفال أسفل العقار المنهار، وهم حالتهم صعبة جدا، ولكن وفي نفس الأحيان التقينا برئيس حي المنشية، وأكد لنا أن العقار انهار بسبب مخالفات في المباني، وبسبب مخالفات من بعض مهندسين الحي الذين لم يعطوا الرخصة لبناء أدوار زيادة عن العقار المنهار. نعم، إذا وفق كلامك علي بالطبع المسؤول هنا حتى الآن هو صاحب أو مالك العقار. بالفعل يا أستاذ أحمد، هو صاحب العقار، أكثر من 3 أو 4 أدوار زيادة عن الحد المسموح به هنا في مدينة الإسكندرية، دون أي تصاريح أو أي موافقات من الجهات المختصة. بالفعل يا أستاذ أحمد، لا يوجد تصاريح نهائيا لهذا المبنى، لأنه مبنى حديثا، وتحدثنا مع نائب الحي، وأكد لنا أن هذا المبنى لم يحصل على عدادات كهرباء أو عدادات مياه، وكان بعض الأهالي يسكنونه بالمخالفة.
نعم مراسلنا علي عزوز وضعتنا في الصورة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وبالتأكيد سوف نتواصل معك في الساعات القادمة لمعرفة مزيد من التفاصيل. شكرا لك. ده رائع جدا طبعا. ده اللي انا عايز اقوله يا شباب، ان امانه يعني انا من البدايه مش بس نرجع ورا كده، انا قلت لكم انا والله ما اعرف استاذ علي، وقلت لكم انا بحييه وبشكره ان هو حد مدرسه اعلام، حد جاي من القاهره، حد محب للموضوع وجاي وبيجتهد، ويمكن انتوا تقدروا تقولوا بنفسكم قد ايه هو ربما يكون افضل من بعض المراسلين اللي ممكن نشوفهم على الشاشه. صح ولا غلط؟ كلامي كان منتهى الموضوعيه. ده اول مره ليه، صح؟ مش في ايده الولد، ما عرفش تفاصيل كتير، ما نزلش الحدث نفسه، ما بيشتغلش بقاله سنه في قناه، ولكن لما تكون دي البدايه، دي بدايه مبشره جدا. لما يكون ده الاداء لاول مره كاميرا، ده اداء ممتاز جدا، وده اللي انا بتمنى ان كلكم تحرصوا عليه، تشتغلوا عليه، تجتهدوا عليه. الموضوع مش صعب، بس محتاج قلب يكمل شويه، ونتدرب شويه ونتدرب شويه. معلش، محدش بيتعلم باليوم وليله، محدش بيطلع السلم مره واحده، صح ولا ايه؟ بس اهم حاجه انت تنوي وتجتهد وتشتغل. انا بصراحه عايز اشكره مره ثانيه. طيب هنعرف بقى الموضوع الثاني